رغبة حوثية عارمة للعودة إلى خريطة الطريق التي رفضت التوقيع عليها قبل 3 سنوات، وهي رغبة تتجاهل المتغيرات الوطنية والإقليمية الدولية الآن. تقف ميليشيا الحوثي اليوم على أرضية هشة، إذ تراجع الدعم الخارجي من إيران علاوة على أن تصنيفها من الحكومة الأمريكية كمنظمة إرهابية حرمها من مصادر مالية أخرى وضيقت الخناق عليها. علاوة على الغضب الشعبي المكتوم في المناطق المنكوبة، يضع الانهيار الكارثي الحوثيين في موقع ضعف رغم محاولاتهم التظاهر بالقوة وامتلاك التأثير. بالمقابل فإن الحكومة اليمنية في التزامها بالسلام المؤدي لإنهاء الانقلاب واستعادة سيطرتها على كامل التراب الوطني تقف اليوم على أرضية أصلب من ذي قبل، كما منحها الظروف الدولية هامشا للتفاوض بشأن كثير من البنود التي لم تعد الخريطة اليوم تلبي تطلعات الشعب اليمني. تكمن المعضلات التي تصطدم بها الجهود الإقليمية الأممية لإحياء عملية السلام في المرجعية الأيديولوجية الدموية لميليشيا الحوثي وطبيعتها الانقلابية ونكثها لعهودها وتعهداتها وارتهان قرارها السياسي للنظام الإيراني الذي يستخدمها كأوراق في ملف إقليمية وفق سياسته التفاوضية. كما اصطدمت هذه الجهود أيضا بملفات بناء الثقة بشقيها الإنساني والاقتصادي، إذ تبقي ميليشيا الحوثي ملف آلاف الأسرى وعشرات المختطفين لديها من موظفي الأمم المتحدة رهن نتائج الحرب الدائرة في المنطقة، وورقة تستخدمها النظام الإيراني في الوقت المناسب له لتحقيق أهداف على طاولة السياسة. وبالتالي فإن تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسساته الوطنية والأمن والاستقرار والسلام لن تأتي في ظل انتهاج ميليشيا الحوثي خرافة الولاية واستمرار انتهاكاتها اليومية بحق المدنيين وإصرارها على الانخراط في صراعات المحاور خدمة للنظام الإيراني. ويرى مراقبون أن الحسم العسكري قد يكون الأقرب في الملف اليمني، إلا أن تمكن المبعوث الأممي من زحزحة هذه التحديات المتراكمة بالبحث أولا عن سبل دولية لتجريد الحوثيين من مصادر التهديد العسكرية المستخدمة لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، ثم فتح أي ملفات أخرى.